الله. واو ما شاء الله. نروح بعكس الشمس كل ما الرياح عم يصوروا معاه. هاي البحيرة الموجودة هين مشهورة، صار مباشرة على جبال الدولوميت. من عندك اليمين اليسار هاي كلها صف السياح يجون يصورون هنا عندها. ما شاء الله الانعكاس تبعها والالوان، حتى حاطين كل مكان هين انه ممنوع الدخول. ممنوع السباحة كمان. طبعا نحن قررنا فجأة انه نطلع على جبال الدولوميت بعيدا عن مكان اقامتنا 3 ساعات انا وصديقي. فطلعنا وهنا وجينا لقينا بارك بلاتس، موقف سيارات صفينا وطلعنا على هاي الجبال الدولوميت. البحيرة صورت لكم اياها صايرة مباشرة ورا هاي زرقاء ما شاء الله عليها. وشفنا هذا الجسر قلنا نطلع عليه شوي، والله يخوف حتى يهز لما تتحرك. شوفوا المي كيف نازلة من هنا ما شاء الله. اوه والله هز يمين ويسار هاي المي. نحن قررنا نبيت اليوم هين بهالمكان لساعة تقريبا نص ساعة رح نمشي نكمل لجوا. بس بنفس الوقت المي اللي جبناها معنا احتمال ما راح تكفينا زيادة، فراح نشوف لنا شي نبعة شي اي شي نعبي منها مية، او نشوف اذا مكان نقدر ندخل لجوا لهين لهذا النهر. بس مبين عليه عالي ما راح يبين معنا على سوا. بس احلى شيء هي الطلعات الصدفة، يعني طلعنا انا وصديقي على اساس رايحين نسبح على بحيرة قريبة من عندنا من هناك، فجأة شو وين نطلع على الدولوميت. طلعنا على الدولوميت ولا تخطيط ولا اي شيء، اشترينا شوية اكل معنا وطلعنا بالسيارة سحبة واحدة. ما بعرف ماشيين ضعنا، مش كنا فكرنا جبال تكون انه سلسلة واحدة، بس طلعت هي سلسلة كبيرة كبيرة، يعني مساحتها تقريبا شي 200 كيلو متر مربع. وضيعنا ما نعرفوا إن على اي اتجاه بدنا نروح عليه، فقررنا هين بهالمكان نجي ونشوف نستكشف هذا المكان. الحس طبعا على اساس كنا ناويين نخيم هين بهذا المكان هيك، بس غيرنا الخطة لان لقينا في مكان ثاني اقرب يبين علينا الجبال هذيك الموجوده اللي هناك، لان احنا الهدف تبعنا كلها 3 ساعات طريق لحتى نوصل للجبال. فقررنا حاليا مباشره نمشي 40 دقيقه طريق لحتى نلحق نوصل قبل ما تروح علينا الشمس هناك، ونشوف لنا مكان نسوي فيه الاكل. كوتش مصطفى الله وصلنا هذا المكان. ما بعرف مشينا بين الغابات، ما في انترنت ما في عنا اي شيء، قلنا خلينا بس نمشي لحتى لقينا هذا البارك بلاك. صفينا هين سيارتنا لقينا هذول في ناس صافينين، بسمعوا لي صوت البقر موجود، ومن عند هذا الشيء كلياته المنظر هاي الجبال اللي ورانا كلياته. يا الله بس لابني اقسم بالله هذا المكان والله، خاصة مع غروب الشمس وشلون الشمس عاكسة على الجبال والازرق والسماء وراها الزرقاء، وكأني والله لوحة مرسومة رسم. شوفوا لي ما شاء الله. ما بعرف ممكن الكاميرا ما تاخذ اللقطة او الصورة مثل ما نحن شايفينها هين، بس اقسم بالله شيء لا ينوصف. هاي نهر المي جاري من هين
هاي الطريق. طبعا السيارات خليناها ورا، ممنوع ندخل بها لهين. هناك في يمكن مطعم هذاك، لكن في كثير ناس موجودين. هذول وراي الشباب اللي طلعنا معاهم، خططنا حتى بدون تخطيط مباشرة. وين نطلع؟ يلا مشينا نشوف، نفتح الجي بي اس وين في مكان كويس نروح عليه. مشينا المسافة قريبة، حاولنا نفوت، بس الجبال مو كبيرة، كل ما تقرب تفكرها تبين عليك من هين وكأني تقريبا 500 ل 700 متر بعيدة. بس انت كل ما تقرب عليها، تقريبا مشينا هلا شيء 3 كيلو متر ولسه بعيدة عنا، بدنا نقرب عليها. بس قررنا قبل ما تغيب الشمس علينا نرجع نبني خيمتنا ونسوي العشاء تبعنا، وان شاء الله وان شاء الله باكر، وان شاء الله بكره الصبح نرجع نحاول نكمل، نشوف هاي اقرب علينا تكون احسن، بلكن نحاول نوصل للجبال. اقسم بالله كمية الهدوء الموجودة هين لحالها راحة نفسية، الواحد يجدد نفسيته بهالطلعة هاي. وعن دورنا هين وصلنا لهذا المكان هين، شفنا في سيارات مخيمين هناك، فقررنا نخيم هين بجانب النهر الموجود هذا هين. والشاب عم يجهز مشان نطبخ الاكل، وهذا راح يجيب الخيام، الشاب هذا الثاني. فراح قررنا هين نكون مكان مخفي مشان اذا حدا اجى من بعيد ما يشوفنا، نكون هين نحن بمكان مخفي افضل. ونشوف ان شاء الله يكون وضع كويس. لا لا على اليوتيوب انا. طبعا بنينا، سامي عم يبني لنا الخيمة هناك، ومحمد هنا عم يجهز لنا العشاء. هي عم نسوي لحم، بس والله هذا الغاز ما شاء الله عليه شغال 100%، عم يظبط لنا. وقلنا قبل ما تغيب علينا الضوء، يروح علينا الضوء، نخلص طبخنا مشان ناكل، بعدين نشوف ننام ان شاء الله. النهر جنبنا ان شاء الله نقدر ننام بهدوء، لان في النهر هذا صوته شوي عالي، ان شاء الله يمشي الحال معانا. شوفهم شو سويت اني، حطيت العصير على طرف النهر، لان المي ما شاء الله بوز، ما تقدر تحط ايدك بيها 5 دقائق، ما تقدر تحط بيها من درجة البرودة الموجودة. هاي خلينا نحط البطيخة هاي. هون هيك، واروح اجيب الثانية. شوف نظبط الوضع. Was? Man muss die hier reintun und da ist alles Stein. خليها هيك هيك حلوة. بس هو شوية زيت كمان، بس ما كثير زيت، مكان فيه زيت، شوية زيت، شوية زيت. خبز كثير ها؟ هم جايبين 10 كمان. انا برضه بس والله. لا بس خلي الاكل على الارض.
يعني لما نشتغل اغراضنا الارض ولما بنروح على الزفت الناتو منيح بس زلزالات بدي هنا Der muss diese Sachen aufräumen, nicht die Sorgen anlassen. Welche? Auf jeden Fall. Mann, das muss man nicht sagen. Ja, ja, ja. Ja, ich muss mal gehen wir essen danach auf der Nacht. Das klappt nicht. Naja, wegen nicht, aber trotzdem muss ich nicht. Und meine Sache ist auch für dich. Lass das vor morgen. Ah ja, jetzt müssen wir. Lass uns essen. Aber nein, Gott, لاكل معلم. وين نبي؟ هلا حاليا صارت الساعة 9 الصبحيات، نحن فقنا ضبينا الخيمة تبعنا، ضبينا اغراضنا لانه صار يجي كنترول عشان ما خلينا نحجز تيكت طبعا لليوم كلياته، بما انه نحن رح نمشي حاليا. هين المكان الخيمة تبعنا اللي كنا ضبينا، والشباب هناك عم يستنوني بالسيارة. بس مثل ما انتم شايفين في صار يجوا الناس ما شاء الله
كان تقريبا البارحة بس سيارتين، حاليا تعبية تقريبا شي 200 سيارة. كل العالم لأنه اليوم أحد، كل العالم عم تجي لهون لعجبال. نشوف نحن نطلع نكمل طريقنا.